السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتيرة جدا كلموني عن الهندسة بتاعة تالتة إعدادي في الترم التاني. قالوا لي الهندسة في الترم التاني صعبة جدا جدا ومش عارفة أذاكرها. نظرياتها كتيرة ومش زي الترم الأول. الترم الأول كان سهل، مش كان فيه نظريات بالطريقة دي. النظريات كترت، مش عارف يعني ألمها ولا عارف أحل أي حاجة. في الفيديو ده هعرفك ازاي كنت بذاكر في تالتة إعدادي، يعني نبذة بسيطة كده عشان نحل المشكلة دي. الأجندة ده اهي قلبت الدنيا عليها عشان اعرف اقول لك ازاي كنت بذاكرها. انا كنت شرحت في فيديو سابق ازاي تذاكر رياضه، وكل الخطوات اللي كنت بشرحها في درس رياضه كنت انا بعملها. نفس النصايح اللي انت عرفتها كلها كنت شارحها في الفيديو اللي فات. عايز تتفرج عليها هتركه لك في الوصف او في علامه الباي. تمام. انا جبت الاجنده دي عشان اعرفك ازاي كنت انا بذاكر في ثالثه اعدادي في الترم التاني. باختصار شديد، انا كنت بروح الدرس. يعني هقول لك على كل حاجه. انا كنت في الاول بروح الدرس، اخد الدرس وليكن انا هاخد مثلا، انا كنت كنت بسمع الدرس، وبعد كده بحل امثله. بيكون في امثله في الدرس فبحلها عشان اكون طالع من الحصه فاهم. وبعد ما اروح بكون صورت السبوره بالتليفون، وبعد كده بروح ناجل الدرسين. ده اول درس اللي هو الدايره، كان بيتكلم عن الدايره وكل حاجه، كل حاجه كنت راسمها عشان لما اجي اذاكرها الكلام النصي ما بينفعش معايا. لازم اكون شايف الرسمه وبتترسم ازاي والنظريه بتتكلم عن ايه. كان في نظريات كتيره، كان كل شويه كنت براجع على المنهج كل القديم، كنت براجع عليه على طول باستمرار عشان مش هنسى النظريات. وكان في كان في خطوات للحل المستر كان بيقول لنا عليها. ان اول حاجه نبحث عن انصاف الاخطار. اي مساله بعد ما انت تخلص هندسه ثالثه اعدادي بتعمل ايه؟ اي مساله دايره بتجيلك بتعمل الخطوات دي. اول حاجه نبحث عن انصاف الاخطار لانها متساويه. تاني حاجه بنبحث عن مر بالمركز منصف عمودي. طبعا انا مش فاكر الكلام ده بس انتوا ممكن تستوعبوه. تالت حاجه عندك لما تلاقي مماس، لان نصف القطر عمود على المماس. دولي اول حاجه، انت لما تلاقي اي دايره تدور على انصاف الاخطار عشان هي متساويه. تاني حاجه تبحث مار بالمركز منصف عمودي. دي مش فاكر بالظبط النظريه كانت بتقول ايه. تالت حاجه لازم تدور على مماس، والمماس عمودي على نصف القطر. هو ده دول اهم حاجه. اي مساله تجيب لك دايره لازم ان انت تمشي بالخطوات اللي بقول لك عليها دي. تمام. كنت بص زي ما قلت لك، كنت برسم الدوائر على طول عشان اعرف هو كان بيتكلم عليه. كان المسائل كلها، معظم المسائل اللي كانت في الكتاب كنت راسمها وبحلها في الاجنده، عشان أنا ما بذاكرش من الكتاب، انا بذاكر بس من الاجنده دي بس. كان اعتمادي كله على المذاكره اللي هي موقع دايره. كنت برسم موضع الدايره، دايره بالنسبه لدايره تانية. كان كلها ده كان الدروس كلها بتاعت المنهج الهندسه كان موجود في الاجنده ديت. فانت كل اللي هتعمله ايه؟ اول حاجه تسمع المحاضره او تسمع الدرس، بعد كده تحل على الدرس. يعني اكيد المستر بتاعك بيديك اسئله عشان تفهم اللي هو قال. تمام، ده بيحصل. بعد ما تخلص تكون معاك تليفونك الجميل اللي تصور المحاضره. تمام. بتخلص بعد ما تروح تروح ناقل المحاضره في الاجنده دي وتذاكرها. تمام. بعد ما تخلص بتروح حل الواجب. تمام. بعد كده بعد ما تخلص يعني خلصت درس دخلت على درس جديد بتراجع على الدرس القديم. ده باختصار شديد ده اللي كنت بعمله. ده والله كنت اللي بعمله، والحمد لله قفلت الرياضه في ثالثه اعدادي. ولكن انت عايز تجتهد، ما ينفعش تعمل حاجه من غير ما تجتهد. ناس كتيره كلموني قال لي الهندسه صعبه مش عارف اعمل ايه. هو ده باختصار شديد ده اللي تعمله، هو ده اللي بعمله والله. فانا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.